السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم بين السطور. قبل ما ندخل الموضوع اليوم بغيت نشكركم كاملين على التفاعل ديالكم مع الفيديوهات السابقة وعلى التعاليق والكلمات الطيبة، ومرحبا بكل واحد وكل وحدة انضموا لهذه الأسرة هذه. وإن شاء الله غادي نبقاو ديما نقدم لكم محتوى اللي فيه الفائدة والنقاش الهادف. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموضوع اللي جيت نهضر عليه اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو هذا هو بخصوص الأحداث اللي عرفتها بلادنا خلال هذا الأسبوع، اللي هو موضوع الحريق. إيه أخوتي، الحريق، ولكن هذه المرة بصراحة ماشي بحال كل مرة. حيت حنا نهار يعني فاش كنا صغار وحتى فاش كبرنا كنا دائما كنسمعوا بالحريق، وفي الغالب كيكونوا هاد الناس اللي كيحرقوا اغلبيهم يعني الاغلبيه ديالهم كانوا شباب، كيكون عندهم واحد الهدف، تيقولوا يمكن نلقاو شي خدمه، يمكن نلقاو فرصه نغيروا بها من المستوى المعيشي ديالنا، يمكن نحققوا حلم من احلامنا. ولكن هاد المره ما كانش بحال المره اللي فاتت ولا المرات اللي كنا كنسمعوا. لا، هاد المره الوضع مختلف تمام. اللي شفنا خوتي، شفنا امهات، شفنا نساء، شفنا دراري صغار، شفنا قاصرين، واللي كيحز ويضر في الخاطر بزاف. حتى وليدات صغار رضعنا، الوليدات اللي كيرضعوا اللي مازالين كيرضعوا. هنا سولت راسي شنو هو السبب، شنو هو السبب اللي وصل هاد الناس لهاد المرحله هذه؟ واش الانسان مستعد يغامر بحياته وبحياة ولاده على قبل واحد المستقبل مجهول، ما عرفوش كيفاش غادي يكون؟ هاد الولد الصغير، هاد الرضيع، هاد الطفل اللي ما عنده حتى شي ذنب، وهو ما اختارش يرمي راسو في البحر، ما اختارش يعيش هاد اللحظات، ومع ذلك لقى راسو وسط الامواج، ولقى راسو وسط البحر بين الحياة والموت. وهو مازال ما عرف حتى شنو هي الحياة، ما عرف حتى ما عرف راسو فين هو. كذلك الشاب، هاد الشاب اللي خلى والديه تيبكيو عليه، رجال آباء اللي خلاو وليداتهم كيبكيو عليهم وخرجوا كيقلبوا على واحد المستقبل اللي ما عرفوش كيفاش غادي يكون. منهم اللي وصل، ومنهم اللي مازال يعني مفقود ما عارفينش عليه حتى شي حاجه، ومنهم اللي مات الله يرحمه، اللي كاين اللي توفى سال ليه الاجل في هذيك المنطقه هذيك ومات، الله يرحم الجميع. هادشي كامل كيضر في الخاطر وكيحز في النفس. واللي بغيت نقول اي واحد منا عنده حق، عنده حق في العيش الكريم، عنده الحق يحلم، عنده الحق يقلب على حياة زوينة، على واحد العيشة نقية. اي واحد فينا كيتمنى يخرج من الفقر، ولكن ماشي على حساب حياته، ماشي يغامر بحياته ولا على حساب حياة وليداته. اذا خاص الاسرة هنايا تسمع لوليداتها، خاص الشباب كذلك يعرفوا على ان النجاح ما عندوش طريق وحده، كاينين بزاف ديال الطرقان، غير يقلب وان شاء الله راه غادي يلقى. كذلك المجتمع ديالنا خاص يزرع يعني الامل في الشباب ويشجعهم على العمل، ويتوفروا كذلك فرص الشغل باش نبنيو البلاد وننفعوا العباد. في الاخير كنطلب الله عز وجل يرحم كل ميت انتهى الاجل ديالو في هذيك البلاصه وفي هذيك الظروف، وكنطلب الله عز وجل كذلك يرجع كل واحد غايب على اهله وعلى وليداته، ويصبر كل ام وكل اب كيتسناو شي خبر على وليداتهم. والله يحفظ بلادنا المغرب ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار. والله يوفق أمير المؤمنين محمد السادس، يوفق لما فيه الخير للبلاد والعباد، ويشافيه لنا يا ربي ويعافيه. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.